العمر الافتراضي لعملية تصحيح. أنا دلوقتي عملت عملية تصحيح، هقعد يا ترى كام سنة لحد ما ألبس نضارتين؟ في الطبيعي ان احنا نظرنا بيبدأ يثبت بعد سن 18 ل 21 سنة، صعب ان هو يتغير تاني. فلما بعمل عملية تصحيح بتفضل النظر بتاعي كويس، ما لم تجد عليا امراض زي الحمى الروماتيزمية. في امراض معينة زي ما بتأثر على الجسم زي السكر بيأثر على العين. المية البيضاء نفسها مع تقدم السن كلنا معرضين ان احنا يجيلنا مية بيضاء بتبتدي تأثر على النظر بتاعي. ممكن مع تسمم الحمل مع ارتفاع هرمونات معينة تبتدي ان النظر بتاعي يرجع يضعف او يتغير تاني. كمان كلنا عند سن ال40 بيبتدي يحصل حاجه اسمها بريسبيوبيا، يعني ان احنا كلنا بنحتاج نلبس نظاره للقراءه، لان العضلات اللي ماسكه عدسه العين بتبتدي تتجاعد شويه. زي ما وشي بيتجاعد العضلات دي بتتجاعد شويه، فببدا ان انا احتاج نظاره للقراءه. فالعمليه ملهاش عمر افتراضي، العمليه ان شاء الله بنعملها بنفضل كويسين ما لم تجد اي اعراض تانية او مشاكل خاصه بتقدم السن. طبيعي ان احنا كل ما بنكبر شويه كل ما النظر بتاعنا ممكن بيتغير زي ما صحه جسمنا بتتغير.